بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة يوم 22 في الشهر مع شخص اسمه جاك، واللي بيكون في بيت صديقه ديف، وبيخرج من الأوضة وهو خايف جدا وإيده كلها دم وما كانش فاهم أي حاجة من اللي بتحصل. في نفس الوقت ده بيوصل صحابه الضابط روجر وجون، لأن جالهم بلاغ من الجيران بإن في ضرب نار هنا. وقتها بيسألوه عن ديف لأنهم في بيته وهو مش موجود معاهم، فبيحاول جاك إنه يفهمهم الوضع، بس في النهاية ما كانش عارف يقول لهم إيه. ولما وقتها بيلاقوا إيده غرقانة دم وصورة مراته مرمية على الأرض بيشكوا فيه، وفورا بيرفعوا عليه السلاح لحد ما يفهموا هو عمل إيه في ديف. قبل 7 سنين من اللي حصل ده بنروح لجاك اللي بيكون قاعد في مكان معين وبيذاكر، وفي نفس الوقت بتوصل بنت جميلة اسمها بيس وبتطلب منه انه يقوم من المكان، وده لانها متعودة تقعد هنا وتذاكر هي كمان. بيبان وقتها من كلام جاك انه قاعد في المكان ده عن قصد علشان يتقرب منها، فبيعرض عليها وقتها انهم يشربوا حاجة سوا مقابل انه يسيب لها المكان وهي بتوافق. بعدها بيبدأ جاك انه يدخل في الدراسة بتاعتها علشان يتكلم معاها، وهي وقتها بتستغرب من طريقته وبتفهم انه حابب يتقرب منها، وهي بتبقى فرحانة بكده. بيبدأوا بقى يتكلموا سوا عن حياتهم الشخصية، وبيعرف وقتها انها عايشة مع امها وابوها، لكن بالاخص بتحب امها جدا ومتعلقة بيها كمان. فبيحكي لها جاك عن نفسه وبيعرفها ان ابوه طلب منه حاجة واحدة بس، وهو انه ما يطلعش زيه في يوم من الايام، لكن امه هي اللي كانت واقفة معاه دايما وعلمته انه كل حاجة هو عاوزها في الحياة تستحق انه يقاتل علشانها. فعلشان كده جاك قرر يدرس قانون لانه حابب يبقى ضابط في المستقبل. المهم بتعتذر له وقتها بس على الميعاد اللي كان بينهم، وبتعرفه انها موعده اصدقائها على العشاء ومش هتقدر تفضل معاه وقت طويل. فبيطلب منها رقم التليفون علشان يقدر يكلمها، لكن بس بترفض وبتطلب منه يعرف كل اللي هو عاوز يعرفه لوحده بدون مساعدتها. المهم بعدها بيروح لها جاك وهي مع اصدقائها وبيعرفها على نفسه من جديد، وبيطلب منها موعد يتقابلوا فيه يتعشوا سوا. فبتفرح وقتها بس جدا من طريقته دي، وبتاخد تليفونه وبتكتب الرقم بتاعها كمان. تاني يوم بيروح جاك المكتب علشان يقرا كتاب بيحبه، لكنه بينام غصب عنه. فبتروح له بس وبتشوفه، فبتسأله عن انواع الحب اللي يعرفها، فبيعرفها ان الحب اللي في الحياة 4 انواع، كل نوع منهم بيمثل حاجة في حياتهم. فبتعزمه ساعتها عندها في البيت علشان تعرفه على اهلها، واللي كانت وقتها فرحانة جدا بوجوده معاها، حتى اهلها بيرحبوا بيه جدا. ساعتها بيعترف جاك ان بس هي الوحيدة اللي قدرت تعرفه يعني ايه حب، علشان كده قرر يرتبط بيها للأبد، وطلب ايديها للجواز كمان، وبس وافقت. المهم كل مناسبة كانت بتمر عليهم بتكون أحسن من اللي قبلها بكتير، لحد ما بيجي يوم الجواز وكانوا فرحانين جدا مع بعض، وبيجهزوا بيتهم واحدة واحدة، وبيبقى جاك أفضل صديق وحبيب ليها. لكن مع الوقت الوضع بينهم بيتغير تماما، ومشاعرهم تجاه بعض بتقل واحدة واحدة، لأن كل واحد منهم بيشتغل في الشغل بتاعه، وبيفضلوا على الوضع ده لحد الوقت الحاضر. بنيجي بقى اليوم 17 في الشهر مع بس اللي بترجع من شغلها وهي فرحانة إن خلاص فاضل 5 أيام على عيد جوازهم، ووقتها بتشوف ان دي مناسبة كويسة جدا علشان تقربها من جاك شوية عن الاول. لكن ساعتها بتلاقي جاك سايب لها رسالة بيعرفها انه عنده شغل وخرج. في نفس الوقت ده بنروح للضابط ديف اللي بيروح على بيت شخص مطلوب، وبيدخل وقتها يفتش بيته علشان يمسكه. فبيخرج الشخص ده وبيضرب عليه نار علشان يقدر يهرب منه، وبيدخل جاك لما بيلاقي الوضع بالشكل ده، وبيرفعوا الاسلحة على بعض كمان. لكن الشخص المطلوب الرصاص بتاعه بيخلص، وبيقدر وقتها ديف وجاك انهم يقبضوا عليه، وده لانه بيتاجر في المخدرات، وزود التهمة عليه اكتر لما تهجم عليهم بالسلاح. بيعرضوا وقتها على الشخص ده انهم يساعدوه ويقفوا جنبه كمان مقابل انه يدلهم على شوية معلومات، وبيعرفوا جاك ساعتها ان الحياة ساعات بتدي للانسان فرص لازم يستغلها. المهم في نفس الوقت ده بتقوم بس من النوم، بتبقى متضايقة جدا لانها زهقت من القعدة لوحدها دايما. وفي الناحية التانية بيروح جاك يسهر مع اصحابه، وبيفضلوا يلعبوا شوية علشان يضيعوا وقتهم. بعد كده بيبدأوا يتكلموا عن حاجات تخص الشغل بتاعهم، وبنعرف وقتها ان في عصابة اسمها الياكو هي اللي حاليا مسيطرة على السوق، لكن لحد الآن محدش قادر يتصرف معاهم، خصوصا لان اي حد هيقدر يعمل ده. بس عامة اي حد هيقدر يعمل ده هيتنقل نقلة تانية خالص. الكل بيبقى شاف وقتها ان الموضوع كبير جدا عليهم ومش هيعرفوا يعملوا اي حاجة. في الوقت ده بتتصل بس علشان تطمن عليه وتعرف منه هيرجع امتى، لكن ساعتها بتسمع صوت صحابه وهم بيضحكوا، وبتعرف انه سهران معاهم وسايبها، فبتتضايق اكتر من الاول. لكن جاك وقتها بيعرفها انه لسه جديد معاهم في الفريق، ولازم يفضل قريب منهم شوية علشان يفهم الدنيا كلها. وكمان بيعرفها ان في اشخاص كتير جدا بيتمنوا يبقوا
يلاقوا مكانه ومش عارفين. لكن بس مش بتبقى مصدقة حاجة من اللي بيقولها وبتقفل السكة، وجاك مش بيهتم باللي بيحصل وبيرجع يلعب تاني. بتروح بس بعد كده على المستشفى اللي بتشتغل فيها وكانت متوترة جدا، لكن واحد من زمايلها بيحاول يهديها شوية، وبتفضل بعد كده بس تسمع اخبار عن الهجمات اللي بتحصل وبيزيد قلقها اكتر. ساعتها بتدخل امها علشان تتكلم معاها لما بتحسها متوترة، فبتعرفها بس انها مش مبسوطة بسبب اللي جاك بيعمله معاها واهماله ليها. فبتحاول امها تفهمها ان اي اتنين عايشين مع بعض لازم يمر عليهم وقت صعب، وعلشان يقدروا يتخطوا الامور الصعبة دي لازم يثقوا في بعض جدا ويلتمسوا الاعذار كمان. المهم بعد كده بنروح لجاك اللي بيفضل يتدرب بشكل عنيف جدا، وفي نفس الوقت الاخبار بتتكلم عن عصابة الياكو انها منزلة عقار خطير بيتسبب في تزايد جرائم العنف، وده بيسبب عدم امان للناس. فبيتضايق جاك جدا من الاخبار وبيقرر انه يمشي، لكن بيلاقي ساعتها صورة بس عنده في العربية فبيحطها في المحفظة بتاعته وبيمشي. بنيجي بقى اليوم 18 في الشهر مع بس اللي بتدخل على المكتبة وبتاخد الكتاب اللي جاك كان بيحبه، وفي نفس الوقت ده بيبقى جاك مع ديف وبيتكلموا مع بعض، وبيعترف جاك وقتها لديف ان ابوه اكبر خيبة امل في حياته وهو مش عاوز يبقى زيه. في الوقت ده بتجيله رسالة من بس وبيتفق معاها انه هيروح الساعة 10، لكن وقتها بيلاحظ ديف طريقة جاك مع بس وبيتكلموا سوا عن جوازتهم، وبيعرف وقتها جاك من ديف انه كان بيحب واحدة واتجوزها، لكن بعد الجواز اكتشف ان هما الاتنين غير بعض تماما وكل واحد فيهم بيفكر بطريقة مختلفة. مراته رفضت انها تسمع كلامه وتقدر وضعه، فعلشان كده قرر ينفصل عنها. ساعتها بيتصدم جاك لانه تقريبا نفس الوضع بتاع ديف وبيبقى مش عارف يتصرف ازاي، فبيعرفوا وقتها ديف ان لو بس وصلت لمرحلة انها مش مقدرة الوضع بتاعه وممكن كمان تخليه يتخلى عن حلمه، يبقى من الاحسن ليه وليها انه يسيبها. المهم بعدها بيجي رسالة لديف على التليفون من شخص معين مكتوب فيها عنوان، فبيروح ديف على المكان، لكن بيبان انه بيخطط لحاجة كبيرة جدا. اما جاك بيبقى قاعد مش فاهم اي حاجة من اللي بتحصل، لكنه بيتصدم لما بيعرف من ديف انهم جايين يقابلوا عصابة الياكو، وبيعرف وقتها ديف ان اللي بيعملوا ده خارج نطاق حدودهم، لان العصابة دي بتتاجر في الاسلحة مش المخدرات. لكن ديف مش بيسمع له، وبيقرر وقتها انه يدخل يقابل عضو من اعضاء العصابة واللي بتكون اسمها اماني. بتحاول تبين لديف وقتها انها مش بتتكلم بنفس اللغة بتاعتهم ومش فاهمة يعني هو عاوز ايه، فبيرفع عليها السلاح وبيطلب منها تتكلم بنفس اللغة يا اما هيقتلها دلوقتي حالا. في نفس الوقت ده بيدخل واحد من الحراس وبيسأل اماني لو كان في مشكلة، فبتسكت اماني كده، بس بعدها بتطلب منه يخرج بره. وقتها بيرفض ديف انه يعرفها انهم ظباط، وبيفهمها انهم عاوزين يشتغلوا معاهم، وبيعرفها كمان انهم مستعدين يعملوا اي حاجة هتطلب منهم. لكن جاك مش بيبقى عاجبه كل اللي بيحصل ده، وبيطلب من ديف انه يقوم علشان يخرجوا من المكان. ولما بيخرجوا من هناك جاك بيبقى متعصب جدا بسبب اللي ديف عمله، لانه شايف انه بيحطهم في الخطر، وبيعرفوا انهم لازم يرجعوا للمجموعة بتاعتهم ياخدوا رأيهم. لكن ديف بيرفض وبيعرفوا ان هم بس اللي لازم ينفذوا المهمة دي، وبكده هيقدروا يسقطوا امبراطورية الجريمة، غير انهم هينقذوا اجيال كتير من اللي عصابة الياكو بتأذيهم. فبيتأثر جاك بالكلام وبيوافق انه يكمل معاه الموضوع ده لحد الاخر، لكن بيبقى عاوز الفريق يعرف اي حاجة عن اللي بتحصل علشان يعني الثقة اللي بينهم. بس ديف بيبقى شايف عكس كده، وبيقول ان هما الاتنين بس اللي المفروض يثقوا في بعض. وبعد كده لما جاك بيقتنع بالكلام بيقرر ديف انهم يروحوا يحتفلوا. في نفس الوقت بس كانت موجودة في البيت ومجهزة كل حاجة عشان النهاردة عيد جوازهم، لكن جاك بيتأخر عليها جدا، وبينسى كمان انه اتفق معاها على ميعاد معين. وفي الوقت ده بيبقى ديف عاوز ياخده يكمل السهرة معاهم، لكن جاك بيرفض، وده لانه اخيرا حس انه اتأخر جدا على بس ومش هينفع يتأخر اكتر من كده. بعدها بيرجع على البيت وبيلاقي هناك بس قاعدة في انتظاره، وبتسأله هو كان فين لانه اتأخر عليها جدا. المهم وقتها بتقرر انها تقول له كل حاجة جواها مضايقاها، لانها مش قادرة تضغط على نفسها اكتر من كده، وبتعرفه انها متضررة جدا من وقت ما بدأ في الشغل بتاعه ده لانه اتغير معاها. بس جاك ساعتها ما كانش شايف ده، وبيتخانق معاها لانها مش حاسة باللي هو بيمر بيه، وبيطلب منها تديله شوية احترام وخصوصية لأي حاجة هو بيعملها. فبتتعصب بس بسبب طريقة كلامه دي، وبتقرر انها تروح على شغلها علشان تمشي من قدامه. لكن جاك بيطلع وراها علشان يكلمها، والموضوع في الوقت ده بيزيد بينهم، وكان هيمد ايده عليها كمان. ساعتها بتعرفه بس انه بقى شبه ابوه بالظبط اللي هو كان بيتمنى ما يبقاش شبهه، وبتاخد بعضها وبتمشي. بتفضل بعد كده بس تعيط لانها بتحبه جدا وعاوزاه يرجع لها زي ما كان، لكن جاك بيبقى متعصب جدا بسبب كلامها معاه، وبيرمي كمان الدبلة بتاعته في الارض. بيتصل على ديف بعدها
بعدها وبيعرف منه المكان اللي هو فيه علشان يروح يسهر معاه، لكن لما بيوصل بيصادف في المكان أماني موجودة معاهم، وبتطلب من واحدة في المكان إنها تبعت كاسين لديف وجاك علشان يشربوهم. فبيقبلهم جاك لما بيقولوا وبيشرب واحد منهم. أول ما الساعة بتيجي 12 مش بيحس جاك بنفسه غير وهو في البيت ونايم على الأرض، وإيده كانت كلها جروح ومش بيبقى عارف ولا فاهم إيه اللي حصل معاه امبارح. ولما بيغير هدومه بيلاقي هدية محطوطة في الأرض من بس، لكنه بيبقى متضايق بسبب اللي حصل بينهم وبيرفض إنه يشيلها من مكانها حتى. بينزل بعد كده يرد على التليفون وبيلاقي روجر اللي بيعرفه إنه مش قادر يوصل له هو وديف من آخر مرة كانوا فيها مع بعض. فبيستغرب جاك كلامه جدا، وده لانهم كانوا مع بعض امبارح بس، وبيتفاجئ كمان ان السلاح بتاعه مش موجود في مكانه. ولما بيبص على الساعة علشان يعرف الوقت بيتصدم ان النهارده 22 مش 18. هنا بقى ما كانش فاهم ولا عارف ال3 ايام دول عدوا عليه ازاي، فبينزل بسرعة علشان يروح لديف ويفهم منه اي حاجة بما انهم كانوا اخر مرة مع بعض، لكنه بيسمع صوت التليفون جوه ومحدش بيرد عليه. فبيدخل من الباب علشان يشوف ايه اللي بيحصل، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي البيت كله متبهدل، وكمان بيلاقي السلاح بتاعه موجود في البيت عند ديف وتحتيه صورة بس. طبعا بيتصدم جاك لما بيشوف الصورة ومش بيبقى فاهم ايه اللي بيحصل، وكمان بيلاقي وقتها رسالة صوتية من بس بتقول فيها لديف انها اتخانقت مع جاك وخلاص مش هترجع له تاني، وبتعترف لديف انها بتحبه جدا. دي بقى بتبقى المفاجأة بالنسبة لجاك لانه ما كانش متوقع حاجة زي دي ابدا تحصل. في نفس الوقت ده بيظهر شخص لابس قناع على وشه وبيضرب على جاك نار، فبيحاول وقتها انه يحمي نفسه منه، لكن الشخص ده بيختفي بعدها. بيدخل جاك على الحمام وبيلاقي ديف مقتول بطريقة بشعة جدا وكل المكان مليان دم، ولما بيسنده وقتها ايده كلها بتتغرق دم وكان مصدوم من المنظر. في نفس الوقت ده بيوصل روجر وجون على المكان بيلاقوا جاك قدامهم علشان بقى نوصل للمشهد بتاع الاول خالص، وبنبقى كده فهمنا ايه اللي حصل خلاه مش عارف يرد عليهم. هو بقى لما بيحس انهم عاوزين يقبضوا عليه ويتهموه كمان بقتل ديف بيضربهم هما الاتنين وبيطلع يجري بسرعة منهم، وبيحاول وقتها انه يتصل على شخص يدله على مكان بس بأي شكل من الاشكال، لكن فجأة بتخبطه عربية وبيقع جاك على الارض وبيفقد وعيه، والتليفون والساعة بتوعه بيتدمروا. ساعتها بيحلم جاك ببس قدامه فبيفوق بسرعة وهو مخضوض، وبيلاقي نفسه وقتها في صندوق زبالة كبير وما كانش فاهم اي حاجة خالص من اللي بتحصل معاه، وكمان بيلاقي ورقة كبيرة في جيبه مليانة دم لكنه بيرميها. الغريب بالنسبة ليه بقى انه بيطلع تليفونه من جيبه وبيلاقيه سليم، وحتى الساعة بتاعته كمان سليمة، بس المسدس بتاعه مش بيبقى معاه، وكمان بيلاقي ان اليوم اللي هو فيه ده يبقى 23. فبيستغرب جدا من اللي بيحصل معاه، لكن وقتها بيسمع صوت قريب منه، ولما بيبص بيلاقيه رونين الشخص اللي بيشتغل مع اماني، فبيعرف وقتها انهم ورا اللي بيحصل معاه ده، وبيقدر انه يدخل العربية ويرفع السلاح عليه. ساعتها بقى بيفهم من كلامه ان ديف انسان سيء ويستحق اي حاجة وحشة حصلت معاه، لكن اللي ما كانش قادر يفهمه ازاي قدروا يعملوا الرسالة الصوتية اللي بيس بعتتها له. فبيطلع رونين الصورة بتاعتها وبيتكلم عنها بشكل وحش جدا، لكن جاك ساعتها بيتعصب وبيضربه على راسه بالمسدس. فبيسمع وقتها واحد من رجالة رونين اللي بيحصل وبيتحركوا علشان ينقذوه، ورونين وقتها كمان بيمسك ايده علشان يحمي نفسه، لكن جاك بينط من شنطة العربية لان الابواب بتكون مقفولة، بس لما بيلاقي نفسه هيبقى في خطر بيهجم على رونين وبيضربه ضربة قوية جدا، وبعد كده بيهرب. بيرجع من تاني على البيت وبيقرر انه يشوف الهدية بتاعت بس اللي رفض يشوفها من شوية، وبيلاقيها عبارة عن رسالة غرامية بتعبر فيها بس عن مدى حبها ليه على الرغم من كل اللي بيحصل بينهم، وكمان بتقدم له الكتاب اللي بيحبه هدية، وبيفضل وقتها يعيط علشانها. بيفتكر ساعتها بقى علاقته بس قبل ما يحصل بينهم كل ده، ولما كانوا في المكتبة وبيتكلموا عن انواع الحب الاربعة. المهم بعدها بيفوق جاك من النوم وهو تعبان جدا من الوجع اللي فيه، وبيفضل يصرخ على الاخر. في نفس الوقت ده بيلاقي تليفونه بيرن وبيتصدم لما بيلاقيه ديف، وبيتفاجئ ازاي ديف عايش وهو شافه مقتول قدام عينيه، لكن لما بيبص في الساعة بيلاقي ان اليوم السبت، وده معناه انه راجع لنفس اليوم اللي ديف اتقتل فيه. فبيحاول انه يتصل على بس لكن مش بيقدر يوصل لها، فبياخد المحفظة بتاعته اللي فيها صورة بس وبينزل يقابل ديف، لكن بيكون متعصب جدا وعاوز يعرف من ديف اذا كان بيشوف بس ولا لا. لكن ديف وقتها بيبقى مستغرب جدا وبيقوله انه ما بيشوفش مراته خالص، وبيعرفه كمان انه قدامهم اخر فرصة علشان عصابة الياكو وهيروح يقابلهم دلوقتي، لكن بيعترض جاك بسبب التوتر اللي هو فيه لانه بيحس بالخطر، لكن ديف بيفضل مصمم وبيقول انهم هيفضلوا في امان لانهم رجال الشرطة. بيبان على جاك وقتها انه تعبان جدا وعينه بتبقى حمراء على الاخر، وبيسيب كمان المحفظة بتاعته في شنطة العربية بتاعت ديف، وبيدخلوا سوا يقابلوا اماني واللي معاها. بيتعامل ديف ساعتها بطريقة
احترافية جدا علشان يحسس الكل انه مش خايف منهم. فبتخرج له وقتها اماني ورونين اللي بيلاحظوا التعب الشديد على جاك، وبيدخلوا القائدة بتاعتهم اللي بيكون اسمها اني علشان تتكلم معاهم زي ما طلبوا. اني في الوقت ده كانت عاوزة تعرف هم عاوزين يشتغلوا معاهم ليه وايه اللي يقدروا يقدموه ليهم، فبيعرفها وقتها ان هم خبرة كبيرة جدا وهتستفاد منهم بشكل كبير. بس اني مش بتقتنع بكلامهم، واساسا ما كانتش واثقة فيهم ابدا، وبتخلي كل الرجالة يرفعوا عليهم الاسلحة، وبتطلب منهم يعترفوا بالحقيقة يا اما هتخلص عليهم. فبيخاف وقتها جاك جدا وبيقوم علشان يمشي، لكنهم بيكتفوه، وديف بيفضل مصمم انه مش شرطي وهو عاوز يشتغل معاهم مش اكتر. لكن لما بيلاقي ان جاك هيتحقن منهم ويموت بيخاف عليه وبيضطر يقول الحقيقة. فبتؤمر اني وقتها انهم يحقنوا جاك برضه ويخلصوا عليهم، لكن جاك بيقوم بسرعة وبيقلب الترابيزة وبيبدأ ضرب النار بين الكل وقتها، وبيفصل ديف النور علشان محدش يشوفهم وهم بيهربوا. بس فجأة رجالة اني بيلبسوا الأقنعة بتاعتهم وبيبدأوا يضربوا عليهم نار حتى من غير ما يشوفوا. وقتها بيقدر ديف انه يقتل واحد منهم علشان يقدر يهرب، بس قبل ما يمشي كمان بيقتل اماني على السكة. ساعتها بتقع اماني على الارض، واول ما بيشوفها رونين بيتصدم جدا. بس المشكلة وقتها ان لما ديف وجاك بيركبوا العربية بيلاقوها عطلانة، ورونين كمان كان بدأ يضرب عليهم نار. فبينزل جاك من العربية وبيحاول انه يخلص عليهم، وفعلا بيقتل واحد من حراس رونين. وفي نفس الوقت بينزل ديف من العربية لانه اتصاب. ساعتها بيطلع ديف الورقة اللي فيها كل الادلة اللي ضد عصابة الياكو وبيسلمها لجاك، وبيطلب منه يمشي بسرعة ويختفي بيها، لانه طول ما المعلومات دي مختفية هو هيفضل عايش. لكن اللي بيحصل بيبقى عكس توقع ديف تماما، وده لان رونين مش بيقبل بالمساومة والتهديد ابدا. وغير كده كمان هو حزين علشان ديف قتل اماني، وبيخلص عليه وقتها بطلقة في دماغه. وساعتها بقى بياخد محفظة جاك من العربية اللي بيبقى فيها صورة بس. المهم بالليل بيبقى جاك مستخبي في مكان قريب من اللي كان فيه لانه مش عارف يروح فين، لكنه بيسمع وقتها صوت غريب بيقرب منه، ومن خوفه بيدخل يستخبى في سلة الزبالة الكبيرة علشان محدش يشوفه. اول ما الصوت بيختفي بيطلع من السلة وبيلاقي تليفون قدامه، فبيحاول وقتها انه يتصل على بس لكن مش بيلاقيها بترد. فبيتصل على ام بس علشان يطمن، وبيعرفها ان هو مش لاقيها دلوقتي ومش عارف يوصل لها ازاي. وقبل ما يخلص كلامه معاها بيسمع صوت رونين في المكان، فبيسيب السماعة بسرعة وبيروح يضربه وبياخد منه العربية بتاعته. طبعا بيتضايق رونين من تصرفه وبيضربه طلقة بتيجي في دراعه، فبيروح بسببها جاك على المستشفى اللي بيس بتشتغل فيها، وحالته وقتها كانت صعبة جدا. بيجروا عليه الدكاترة وبيقدروا ينقذوه، بيخرجوا رصاصة منه. ولما بيفوق بيلاقي ام بيس قدامه، وبيعرف منها ساعتها ان بيس كويسة جدا وهي لسه متكلمة معاها. بتعرفه ان اللي هو فيه حاليا ممكن يكون نتيجة مخدر هو شربه، فبيسألها لو ينفعوا يغيروا اللي بيحصل في احداث الايام. فبتعرفه ان المادة ممكن تلخبط شوية في ذاكرته، لكنه ما يقدرش يغير احداث هتحصل. في نفس الوقت بتبقى بيس في بيت ابوها وحزينة جدا بسبب الوضع اللي هي فيه، وبتفتكر ذكريات بينها وبين جاك عن اهمية الحب الثالث في حياة الانسان، لحد ما بيوصل جاك على البيت عندها علشان يتكلم معاها ويحاول يقنعها انهم يرجعوا لبعض. لكن بيكون وصل متأخر لان رونين ورجالته هجموا عليها في البيت وخطفوها. ساعتها بيتصدم جاك لما بيشوف منظر البيت بالشكل ده، وبيحاول انه يتصل عليها كتير بس مش بترد. وبنعرف وقتها ان رونين هو اللي اجبر بس انها تسجل الرسالة الصوتية لديف علشان ينفذوا الخطة بتاعتهم. في نفس الوقت ده بيتصل جاك على رونين وبيهدده ان معاه الاوراق الخاصة بيهم، فبتحاول وقتها بس انها تصرخ علشان تعرف جاك انه كل ده فخ بس مش بتقدر. وكمان لان رونين مش بيتهدد بيعرف جاك انه ممكن يقتل مراته بجد، فبيتضايق جاك وبيطلب منه يفكر ويرد عليه وبيقفل السكة. طبعا ده بيضايق رونين اكتر وبيهدد بس انه هيخلص عليها. وجاك في الناحية التانية بيفضل مستني انه رونين يتصل عليه قبل ما الساعة تيجي 12، لان لما الساعة تيجي 12 اليوم بيخلص وبيفوق يلاقي نفسه في البيت والايام بتتلخبط. فعلا الساعة بتيجي 12 وبيفوق جاك في بيته كالعادة وهو متضايق جدا، وبيكتشف ان اليوم ده هو 19، فبيقرر وقتها انه ينقذ الوضع قبل ما يحصل اي حاجة. في نفس الوقت بتبقى بيس في المستشفى وبيساعدها واحد من عمال النظافة في تصليح مكنة القهوة، وبيروح جاك لديف وبيعرفه انه مش هيشترك معاه في مهمته ضد عصابة الياكو لانه هيبقى فيه خطر كبير عليهم. بس بيتصدم من ردة فعل ديف الغير متوقعة، وبنعرف وقتها ان عامل النظافة اللي مع بيس في المستشفى واحد من رجالة ديف، وبيهدد جاك انه لو منفذش اللي بيقوله عليه هيقتلها. وقتها مش بيلاقي جاك حل تاني غير انه يسمع كلام ديف علشان يحمي بيس. ووقتها بيعرف من ديف ان الراجل
بتاعه بياخد منه رسالة كل 15 دقيقة علشان يطمن ان الوضع كويس، ولو ال 15 دقيقة دول عدوا وما بعتش رسالة هيخلص عليها من نفسه. فبيفك جاك وقتها ايده من العربية وبينزل يهجم على ديف علشان ياخد منه التليفون ويحرر بس، لكن ديف ساعتها بيمسك المسدس وبيحاول يضرب نار عليه، بس الطلقة بتيجي في الهواء وجاك بيهدده بالمسدس علشان يتصل على الراجل بتاعه. ديف ساعتها ما كانش مصدق ان جاك يضربه بالنار، وبيضرب جاك وبيبعده عنه، فبيمسك وقتها جاك السكينة بتاعت ديف وبيضربه بيها في رجله، لكن التليفون بتاع ديف بيكون اتكسر وجاك مش بيقدر يبعت الرسالة اللي هو عاوزها، فبيتحرك بسرعة علشان يروح ينقذ بس قبل ما تتأذى، وبيحاول انه يرن عليها علشان يحذرها لكنها بترفض ترد عليه، لحد ما بتلاقيه قدامها فجأة، وعامل النظافة لما بيشوفه بيخاف وبيمشي، وبيتكلم جاك مع بيس وبيحاول انه يصالحها علشان يرجعوا لبعض تاني، لكن بس بتعتذر له وبترفض لانها مش هتقدر تكمل معاه بعد كل ده. ولما بترجع البيت بتلاقي حاجة جاك مرمية على الارض، وبتفتكر بس كلامها مع جاك عن نوع الحب الرابع، وهو اعظم حب فيهم علشان من خلاله بيقدر الحبيب انه يدي فرصة تانية لحبيبه لانه يستحق ده. المهم بتقرر بيس انها تروح لجاك اللي بيبقى تعبان جدا ودماغه مش قادر يتحمل وجعها، وبتقرب منه وبتعرفه انها تديله فرصة تانية علشان يبدأوا حياة جديدة مع بعض. فبيفرح جاك جدا، ولما بتيجي الساعة 12 مش بيحصل حاجة زي كل يوم، وبكده يبقى انتهى الكابوس اللي كان في حياته، وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.